يا مساء الفل عليكم وحلقة جديدة من الموسم الثاني من سلسلة ليه رمضان واللي مستمرة معاكم طول شهر رمضان. وحلقة النهاردة هنكمل فيها الانطباعات الأولية عن مسلسلات رمضان. الكوميديا دايما من الحاجات اللي الناس بتحبها، عشان كده دي أكتر حاجة بتفك دماغك وانت بتتفرج. فالحلقة دي واللي جاية هنتكلم عن المسلسلات الكوميدية في رمضان، وهنبتدي المسلسلات الكوميدية بمسلسل الكابتن، بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبد الوهاب، محمد رضوان، رحمة أحمد، تأليف عمرو الدالي وأيمن الشايب، وإخراج معتز التوني. أحداث المسلسل بتدور حوالين حسام عز الدين، الطيار اللي في رحلة من رحلاته بيتعطل موتور والطيارة بتقع والركاب بيموتوا، بس هو بيعيش. وبعد ما بيفوق من غيبوبة استمرت شهر، بيلاقي حسام إنه شايف أرواح ركاب الطيارة اللي ماتوا، وبيلاقي إن كل روح عندها طلب كانت عاوزة تنفذه قبل ما تموت. وبيعرف حسام إنه عشان يتخلص من وجود الأرواح دي لازم ينفذ طلب كل روح، وبيساعده خطيبته سما وصاحبه كريم. على عكس ناس كتير، انا شفت الحلقه الاولى من المسلسل حلوه قوي ومبشره، بس الكيرف بتاع الكوميديا حسيت انه بيهبط بشكل تدريجي رغم انه كان مبتدي كويس. مش عارف ده سببه ايه، حتى الشخصيات كانت معموله كاركترات كوميديه بيطلع منها كوميديا، زي شخصيه سما الرغايه الفتايه اللي مش بتفصل، وكريم اللي كل البنات بتحبه. بس مع مرور الحلقات ما بقيناش نستخدم الخطوط دي، واهتمينا اكتر بالخط الرئيسي بتاع الارواح. الفكرة بتاعت المسلسل اتكررت بأشكال مختلفة مع أكرم حسني، وده واضح جدا. يعني عملها أكرم حسني في الوصية، بينفذ طلبات أيتام، مكتوب عليا بينفذ اللي مكتوب على إيده، في بابا جه بينفذ اللي الأطفال عايزينه. بالرغم إن الثلاث مسلسلات دول أنا بحبهم جدا وحلوين جدا ومميزين جدا في كوميديتهم، بس أنا حاسس إن التيمة بقت متكررة لدرجة إن في نكت بقت متوقعة، زي النكت اللي جايه من المواقف اللي فيها شخصيه اكرم حسني بتنفذ اللي مطلوب منها واللي حواليه مش فاهمين، فبنشوف رد فعله على ده ورد فعل اللي حواليه. دي بقت نكته متوقعه. النكته الثانيه غباء اللي حواليه وانهم مش قادرين يساعدوه ينفذ اللي هو عايزه، بقت نكته متوقعه. فهي دي مشكله المسلسل معايا، ان انا حاسس ان النكت بقت متوقعه شويه نتيجه ان التيمه اتكررت اكتر من مره. المسلسل بشكل عام مش سيء، هو كويس، بس كان محتاج انه يعتمد على حاجه غير فكره انه يكون عباره عن اننا بنقضي حلقتين 3 مع كل روح ننفذ طلباتها. ويمكن الدنيا تتغير بشكل تاني في الحلقات اللي جايه، لسه مش عارف، فادينا مكملين معاه لحد ما نشوف. المسلسل الكوميدي التاني اللي هتكلم عنه هو النص، بطوله احمد امين، اسماء ابو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، تأليف عبد الرحمن جويش وسارة هجرس، والإخراج لحسام علي. أحداث المسلسل بتدور في العشرينات حوالين عبد العزيز النص، النشال التايب اللي بعد توبته بيلاقي إن أخوه اتقبض عليه بتهمة النضال ضد الاحتلال الإنجليزي، وبيلاقي النص إنه مطلوب منه فلوس يجمعها علشان يقوم محامي يخرج أخوه، فبيضطر يرجع للنشل تاني وبيكون عصابة. ميزة مسلسل النص اللي مخليه متفوق قصة اللي ماشية بسلاسة، ورغم ان القصه معالمها واضحه وفيها جانب درامي ان النص عاوز ينقذ اخوه، بس ده ما خلاش الكوميديا تتراجع، وقدر السيناريو يوازن بين الاتنين بنجاح. اجواء المسلسل كمان مسليه، الكوميديا حلوه، العاب العقل اللي النص بيعملها في منها حاجات كتير قوي بتضحك. وميزه المسلسل الاكبر بالنسبه لي ان ده مسلسل كوميدي مش معتمد على سكتشات كوميديه مع ضيوف شرف، احنا عندنا قصه واحداث والكوميديا بتحصل فيهم. المسلسل لحد دلوقتي حلو قوي، تتر البدايه بتاعه جميل جدا، من احلى التترات اللي سمعتها، والموسيقى التصويريه لاشرف الزفتاوي ممتعه جدا. نص لو استمر على المستوى ده للاخر هيبقى من اهم المسلسلات الكوميديه في الفتره الاخيره، لانه مسلسل فعلا مميز في حاجات كتير جدا جدا حلوه. ودي كانت حلقتنا كده في شويه انطباعات للحلقات الاولى. قولوا لي ايه اكتر مسلسل كوميدي حبيتوه، مستني رايكم في الكومنتس على اليوتيوب او نتناقش على فيسبوك، اكس، تيك توك، وتابعوني على الانستجرام. واستنوا الحلقات اللي جايه من سلسله ليه رمضان، وسلام عليكم. سلسله ليه رمضان من بودكاست الكتابه فكره مع عادل ابو الفضل، براندنج وديزاين احمد رأفت وروان محمد، وشكر خاص لكارمن السراج ويوسف باسيلي. واستنوني في حلقه تانية من بودكاست الكتابه فكره وسلسله ليه رمضان.